قصة أطول بادي بيلدر في العالم، أوليفر ريتشترز. أوليفر وهو صغير كان عنده مشكلة في القلب وفي الصدر، إن حجمهم مش بيوصل لحجم النمو الطبيعي، وده بسبب إن القفص الصدري كان قافل عليهم، فبيخلي إن حجمهم ما يوصلش للنسبة الطبيعية. حجمهم كان واصل 20% أقل من الحجم الطبيعي للنمو. كان حل المشكلة دي إن هو لازم يتفتح القفص الصدري بتاعه بالنص ويكسروه، وبعد كده يظبطوا الدنيا بحيث ان يرجع لمقاسه الطبيعي عشان ما يبقاش قافل على الاعضاء دي. وفعلا عمل العملية وقعد 6 شهور في الريكفري لحد ما خف. اوليفر وهو عنده 14 سنة اهله اتفاجئوا جدا، ده بسبب ان طوله وصل 198 سنتي، بس كان طويل جدا وفي نفس الوقت كان رفيع جدا. لحد كده ما ربنا هداه وشغل مخه شوية، وهو عنده 19 سنة بقى واعي الراجل، وقرر ان هو هيخش الجيم علشان يستخدم طوله ده ويبقى دبابة بشرية. كان بيها وعمل الفورمة بتاعته، واول ما عمل الفورمة